سائقون مغاربة يعيشون الرعب بسبب اعتداءات المزارعين الأوروبيين. وفي التفاصيل، استمرت هجمات المزارعين الأوروبيين على الشاحنات المغربية ل3 أيام، وصلت أوجها يوم الخميس بعرقلة ومحاصرة المئات من الشاحنات المغربية على الطريق الدولي الرابط بين فرنسا وإسبانيا في مشاهد يروي السائقون قساوتها. وقال سائقون دوليون في تصريحات صحفية إنهم عاشوا رعبا حقيقيا يوم أمس في الطريق الرابط بين فرنسا وإسبانيا، عندما هاجمهم المزارعون الغاضبون وأوقفوا حركة الشاحنات. ويقول السائقون إنهم عاينوا مشاهد قاسية من اعتراض للشاحنات المغربية وإتلاف لحمولتها من الخضر والفواكه، واعتداءات تطورت في بعض الأحيان إلى تخريب الشاحنات وإتلاف إطاراتها. الاعتداء حسب ما يقصه السائقون لم يقتصر على الشاحنات المغربية وحمولتها، بل يمتد للسائق المغربي، حيث يتعرض للشتم بعبارات عنصرية وألفاظ نابية. ما عينه السائقون على مدى الأيام الماضية وصل أوجه يوم الخميس، ويقولون إنه أدخل المهنيين المشتغلين في النقل الدولي في حالة من الخوف والرعب الحقيقي، متخوفين من مستقبل يقولون أنه لا يبشر بخير.